أهلا بيكم في قناة فيلميزو. الفيلم بيبدأ بست بتشوف حاجة في مخزن بتصدمها خالص. بنعرف بعد كده إن قط صاحب البيت اتقتلت بوحشية، بس الصدمة إن اللي عمل كده مش إنسان، ده كان روبوت. الروبوت ده كان صنع إيد عالم اسمه إيدن. إيدن كان فقد ابنه الصغير في حادثة وبنى الروبوت ده على اسمه روبن. لما شاف إيد الروبوت بتتحرك لوحدها اتأثر جدا وحضن روبن كأنه ابنه وكأن الحياة رجعت له تاني. بس إيدن ما كانش يعرف إن الآلة دي بدأت تفكر لوحدها. الروبوت قتل القطة عشان حس إن إيدن بيحبها زيه وغير من القطة ومش عايز أي حد ياخد اهتمام إيدن. المشهد بيتغير وبنشوف شاب اسمه ليو بقاله 5 سنين بيحب حبيبته ليكسي وبيتقدم لها. ليكسي بتفرح قوي وبتحضنه، بس ليكسي ما كانتش تعرف إن ليو غرقان في ديون ومحصل الديون بيراقبوه كل تحركاته. ليو بيحاول يغير الموضوع وبيقول لليكسي إنه عايز يقدم لها قريبه الوحيد اللي عايش اللي هو إيدن. إيدن ده يبقى عم ليو. بعدها بشوية بيوصلوا هما الاتنين لبيت إيدن. إيدن بيقول لهم إن ذاكرته ضعفت بسبب حادثة طريق حصلت من 2 سنين وإنه ما بقاش عارف يتعرف على ليو كويس. ليكسي بتساعد إيدن يدخل أوضته. في اللحظة دي الروبوت كان بيراقب كل حاجة بصوت من شباك الدور اللي فوق. لما ليو قاعد في الصالون لاحظ صور قديمة لإيدن متعلقة على الحيطة. فجأة سمع صوت عالي جاي من الشباك اللي وراه. بفضول بص ورا الستاير وشاف خيال طفل، بس لما فتح الباب ملقاش حد. ولما لف وشه شاف روبوت شكله غريب قاعد جنب المدفأة. ليكسي اتفاجئت هي كمان وقربت إيدن. قدم الروبوت بفخر على إنه روبوت مميز هو اللي بناه. عشان يوريهم قدرات الروبوت إيدن طلب من كل يطلع بره ويقفلوا الباب. بعدين ليكسي خبطت على الباب 3 مرات. لما دخلوا تاني الروبوت كان اختفى بشكل غامض. ليو حس إن في حد تاني موجود في البيت، بس الشغالة فرايا طمنته وقالت له إنهم هم ال4 بس اللي موجودين. بعد شوية إيدن دخل أوضته عشان يرتاح وليو فضل يتكلم مع فرايا عبرت عن قلقها. هي دايما كانت قلقانة من تصرفات روبن. تاني يوم الصبح فرايا ما جاتش الشغل وده ما حصلش في سنين شغلها كلها. إيدن قلقان وفجأة لاحظ بقع دم على وش الروبوت. حس إن في حاجة غلط. إيدن عمل حجة وخد الروبوت على المخزن، ولما فحص الروبوت لقى أجزاء متقطعة من هدوم فرايا. غضب وخاف وسأل روبون لو هو المسؤول، بس الروبوت فضل ساكت. الصمت ده كان كفاية لإيدن إنه يصدق الحقيقة. حاول يقفل الروبوت فوراً. أول ما شال البطارية بتاعته الروبوت طلع من المخزن وهو غضبان. اللي إيدن ما يعرفوش إن الروبوت ممكن يشتغل حتى من غير بطارية. في نفس الليلة والكل نايم ليو بدأ يتسحب في بيت إيدن. نيته الحقيقية كانت إنه يلاقي الخزنة أو أي دليل على الفلوس اللي في بيت إيدن عشان يسدد ديونه، بس حتى بعد ما دور كويس ملقاش حاجة ورجع مغزول. تاني يوم الصبح إيدن راح المخزن عشان يفحص الروبوت، بس الروبوت ما كانش هناك. في اللحظة دي سمع صوت بيانو جاي من فوق. لما طلع فوق شاف الروبوت واقف قدام مراية بيبربش عينيه كأنه بيحاول يقلد البشر. إيدن اتصدم، إزاي الروبوت شغال من غير كهرباء؟ في نفس الليلة ليو بدأ يدور على الخزنة تاني. المرة دي راح العلية اللي فيها شنطة قديمة اتفتحت لوحدها. كان فيها بس لعب قديمة كان ابن إيدن بيلعب بيها، مفيش حاجة قيمة فيها. في اللحظة دي إيدن جه ووقف ليو وحاول يفهمه. بعد ما هدي شوية سأل إيدن عن موت ابنه. إيدن شرح إنه كان بره البلد في الوقت ده ولما رجع عارف الخبر. فيه اللي بيقول إنه مات في حريقة وفيه اللي بيعتقد إنه انتحار، بس الشرطة لسه ما كشفتش الحريقة. من ساعة الحادثة ذاكرة إيدن كمان ضعفت ودلوقتي فكرة كانت بتطارد إيدن. هل روبون مات بجد ولا هو لسه عايش بشكل ما؟ تاني يوم الصبح ضابطين بوليس جم بيت إيدن. أخو فرايا كان قلقان قوي. أخته ما رجعتش البيت بقالها يومين فبلغ عن اختفائها. إيدن قال للشرطة إنه ما يعرفش حاجة. الضابط قال إن فرايا آخر مرة اتشافت في المخزن ده. كانت طلبت تاكسي بس بعد ما استنت وقت طويل السواق مشي. إيدن فضل يكرر إنه ما يعرفش حاجة. الشرطة ما لقتش أي دليل فمشيت، بس بره أخو فرايا كان مستني. دخل المخزن بهدوء وبدأ ينادي على أخته. في اللحظة دي سمع تليفون بيرن من جوه. اتبع الصوت واللي شافه صدمه. جثة أخته كانت مرمية هناك. قبل ما يقدر يتصرف الروبوت ظهر من وراه. أخو فرايا خاف وحاول يتصل بالشرطة بس الروبوت هاجم عليه وقتله كمان. بعدها راح الروبوت قعد بهدوء جنب المدفأة. إيدن سأله تاني هل هو اللي قتل فرايا؟ الروبوت ما قالش حاجة بس بربش. بعدها مسك مقص وكتب كلمة
إيدن قراها وحس براحة بسيطة، بس المحادثة دي كلها كان بيسمعها ليو اللي كان واقف ورا الباب. جه بهدوء عشان يحاول يقرأ الكلمة بنفسه. ليو دايما كان شاكك في موت روبين، كان بيحث على انترنت على مدونات ومنتدات قديمة ليها علاقة بالقضية. وقتها لقى منشور لصحفي قديم ذكر فيه حفلة من سنين. ليو اتصل بالمدون فورا. لما عرف ان ليو يبقى ابن اخو إيدن، ما تأخرش انه يكشف القصة الحقيقية من سنين. كل ده حصل يوم عيد ميلاد روبين ال11. إيدن كان عامل له حفلة كبيرة، بس بسبب مقلب روبين اتحبس في البدروم لفترة. رجعوه بعد شوية، بس أول ما طلع تصرفاته اتغيرت بشكل غريب، كأنه ما بقاش نفس الطفل. في الحفلة فجأة اتحول لعنيف وهاجم الكل. كل الضيوف اتقتلوا ما عدا إيدن والصحفي اللي قدروا يهربوا بأي طريقة. لما روبين هاجم أمه، سمع صوت رصاصة وروبين مات في ساعتها. المدون كشف إن رصاصة أطلقها إيدن بنفسه. بعدين عشان يحمي اسمه وسمعته، إيدن رش الشرطة عشان يخبي الحادثة كلها. ليه اتصدم لما عرف الحقيقة، ما كانش مصدق أي حاجة من دي حقيقية. في الوقت ده ليكسي حبيبة ليو هجمته بغضب. كانت شافت رسائل من محصل الديون على تليفون ليو. ليو حاول يشرح إنه كان بيحاول بس يكسب فلوس عشان مستقبلهم الأحسن، بس بدل كده غرق في الديون، ودلوقتي ما بقاش عندهم غير اختيار واحد، وهو إنهم يسرقوا شوية فلوس من بيت إيدن. ليو وعد ليكسي إن الأمور لما تهدى هيبدأوا حياة جديدة سوا. في نفس الليلة حسب الخطة حطوا لإيدن منوم في قهوته. إيدن نام نوم عميق. في نفس الوقت ضابطين بوليس رجعوا لبيت إيدن. لما محدش فتح الباب بدأوا يدوروا في المنطقة. ضابطة نزلت البدروم، آخر مكان اتشافت فيه فراية. هناك لمحت روبوت وعينيه بتلمع. بفضول قربت، بس وهي بتوطى الروبوت فجأة طعنها بحاجة معدنية حادة. وقعت من الألم، وبعدين الروبوت صعقها بجهاز وقتلها بشكل وحشي. بعد شوية الضابط التاني وصل. أول ما فتح الباب شم ريحة لحم محروق. بكشاف في إيده دخل ولقى جثة زميلته متفحمة. قبل ما يفهم أي حاجة الروبوت طعنه، وبعدين فتح قاذف لهب على وشه مباشرة. الضابط مات. في الوقت ده ليو وليكسي كانوا بيدوروا في الأوضة على دولاب وخزنة. وقتها إيدن حس بحاجة غريبة على الأرض. أول ما حرك جزء صغير من الأرض بان بدروم مخفي تحته. عينيه نورت ونزل على طول. ليكسي ترددت لحظة، بس في الآخر نزلت وراه. محدش منهم كان يعرف إن كل ده الروبوت كان شايفه بعينيه. لما دخلوا البدروم لقوه مليان زجاجات خمرة، بس ليو ما كانش مهتم بالخمرة، كان بيدور على كنز مخفي. فجأة سمعوا صوت وراهم، لفوا بس ملقوش حد. ليو مشي لقدام بينما ليكسي فضلت ورا عشان تتأكد تاني. لما لفت شافت الروبوت واقف قدامها بالظبط ومتغرق دم. ليكسي سرحت وجريت وقدرت تلاقي ليو تاني بأي طريقة. وهم بيجروا لمحوا اللي شكله دولاب جواه صندوق مقفول. خوفهم اختفى لحظة، والحماس سيطر عليهم وهم بيحاولوا يفتحوه. ليو افتكر إن إيدن كان بيستخدم تاريخ ميلاد ابنه روبن ككلمة سر في معظم الأوقات. دخل الرقم والصندوق اتفتح، بس أول ما اتفتح وشوشهم اتغيرت. الخزنة كانت فاضية خالص، مفيش فلوس مفيش جواهر. دلوقتي حياتهم في خطر وملقوش حاجة. الدموع اتجمعت في عينين ليكسي. فجأة سلاح حاد قطع رقبتها، وقعت في ساعتها. ليو شاف اللي حصل بس ملقاش وقت حتى يحزن. مسك قضيب حديد وهاجم الروبوت، بس الروبوت كان لسه شغال. لما فتح عينيه لقى نفسه مربوط على كرسي قديم، كان نفس البدروم اللي روبين كان مسجون فيه زمان. فجأة الروبوت بدأ يتكلم، صوته كان فيه روح روبين. اتكلم عن طفولته لما مامته كانت بتحبسه، كل كدبة كانت بتخليه يتعاقب. ودلوقتي الروبوت سأل ليو ليه جه بيت إيدن. ليو كذب وقال إنه جاي يزور بس. في اللحظة اللي بعدها الروبوت عاقبه بمسدس مسامير. لما اداله فرصة تانية ليو برضه ما قالش الحقيقة واضطر يتحمل الألم تاني. أخيرا في المحاولة الثالثة اعترف بكل حاجة. هو ما كانش ابن أخو إيدن الحقيقي، هو استغل ذاكرة إيدن الضعيفة عشان يتسلل البيت ويسرق فلوس. ودلوقتي حس بالذنب وحس إنه مسؤول عن موت ليكسي. في اللحظة دي بدأ يقطع الحبل بمسمار طلعه. الروبوت لسه مش واثق فيه ومسك مسدس المسامير تاني، بس في اللحظة دي ليو فك نفسه ووقع الروبوت على الأرض. مسك مسدس المسامير وكان هيحطم الروبوت لما فجأة إيدن ضرب نار من وراه. ودلوقتي روح روبين رجعت بالكامل جواه، وبكده القصة بتخلص.